بجد منك لله يا شيف ثبكي. بصراحة سوف تصبح أسوأ كوابيسكم إذا جربتم هذه الوصفة. سوف تخسرون أموالكم وصحتكم وجهدكم، وتخسرون كل ما تحبون وكل ما تملكون. لا تجربوا هذه الوصفة أبدا. فنزات اشتركتكم احلى كتاكيتو. فنزاتي اغلى من خلاجاتي. ترندات الساعة كتير. الجو عامل بوليكا يا اخواتي. واحنا النهارده بقى جايبين لكم وصفة سريعة مريبة غريبة بكل الاتجاهات. اللي هي المتتل دي بومبو. ورقتك بقى وقلمك واكتبي على جراحك وقلمك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ظبطي بقى ساعة التمن 5 دقيقة على 3 دقايق ونص. هنعمل لك وصفة في حنكي. عظمة. اول حاجه بقى واكتبي ورايا يا اختي، هتلمي البطاطس البايظه اللي عندك في البيت. اهم حاجه تكون البطاطس بايظه وتسلقيها. بنهرسوها بقى كده بالشوكه حته هرسه بنت لذينه. هنضيف عليها بقى كوبات بقسماط. واكتب ورايا يا معلمي. وكوب من النشا. كوب نشا. وعايزين بقى البيضتين دولت نكسرهم، ناخد الصفار لوحده والبياض لوحده، او تروحي بقى عند الراجل بتاع البيض تخليه يفصلهم لك لوحده. سبحان الله دوت ربنا مجمعهم احنا اللي هنفصلوهم. بص هنعملوا ايه مثلا. اشيل القشره كده من فوق وانزل بيها كده ونقول بسم الله لعل والعسى البياض ينزل. اللهم صل على النبي. نزل البياض نزل البياض. ونحط هنا الصفار. صلى على رسول الله. الذكاء اللي هي فيه ده ما يستاهلش اللايك بتاعكم الجميل او الكومنت اللذيذ. مش هتفرق. وناخده بقى الصفار شبه الناس الصفرا موجوده في حياتنا، وهوبا دبل كيك شقلباظ ونشقلطهم على قلب الخلطه اللي احنا عملناها. ندخلوا بقى على عمليه الهرس والدعك والفرك، ونغطهم بقى كلهم مع بعض، واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق. واديله ادي واديله لحد ما ياخد على عينيه. انت شامم بريحه الباتون سلاب السمسم ها. وبتوبة ليه بالسمسمات. ويلا بقى يا ست حبايبي حزينه، وانزلي بشويه بصل باودر وشويه توم باودر وشويه فلفل وشويه ملح. اوعي تنسي البابريكا. شكلك فاهم يا نص. انزلي بقى فيهم تفعيص وتمعيص لحد ما تمزجي كله في قلب بعض. عشان انا بقى قصيره ومش طالعه وريقي ناشف وتعبانه وحالي مهدود، قلت اشرب شويه ميه باللي بيهم ريقي. سيبوكم منها دلوقتي. بعد ما بقت بالشكل دوت هنروحوا جايين ماسكينها كده، ماسكين حته فاتحينها حته ايه جبنه موزاريلا، روحوا جايين حاطينها فيها كده اقفلوا عليها وكوروها لحد ما تبقى شبه البوتيتو البايظه. اكنك بتعملي الكحك بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين. لسه بدري صحيح بس كل سنه وانتم طيبين. شجعني بقى بنت خالتي انتوا وهي بلاك حلو زيك كده بقى. والكومنت اللذيذ او شير شقي. قول الله ينور ما اشتمني عادي يعني. بص بقى تجيبي طاسه مربعه وتحطيها على النار. اهم حاجه مربعه ومثلثه مش فارقه. هتجيبي شويه زيت فرامل وتنزلي بسم الله الرحمن الرحيم في الطاسه بتاعتك المثلثه. صلي على رسول الله. وناخده اول كوره نحطها في البياض بتاع البيض وننزل بيها في الشرعيه لحد ما تمسك فيها كده اكنك ماسكه مغناطيس، وتحطيها على البراده بتاعت الحديد بيشفى. نقول بسم الله وننزل بيها في الزيت. في بياض البيض وبعدين في الشعريه. ملك يا بطني. ده اختراع يا كوتش. اختراع لذيذ رهيب مريب غريب. وشوفوا بقى لو حابين نجرب لكم اي اكله غريبه ابعتوا لنا احنا نجربها ان شاء الله على طول. تتوه في الحال. هنشوفوا بقى اللي احمر كده ونقلبوه على كل الاتجاهات عشان تحمر من جميع الجوانب. نعم انها المفرقعات. وهنا بقى بعد ما خلصنا الله لوحه فنيه اعظم فنانين العالم ما يعرفوش يرسموها. بس ايه واو. نبتدي كده ندوق ونقول هيدي بسم الله. نعم انها تقرمش. لازم ادوق تاني عشان اشوف الطعم. بطني بتتحرق بطني. بجد منك لله يا شيف ثبكي. بصراحة سوف تصبح أسوأ كوابيسكم إذا جربتم هذه الوصفة. سوف تخسرون أموالكم وصحتكم وجهدكم، وتخسرون كل ما تحبون وكل ما تملكون. لا تجربوا هذه الوصفة أبدا. ليه كده يا شيف ثبكي؟ ليه؟ خسارة زيت على الفاضي. ده أنا حاطط زيت كريستال. حرام عليك والله. وصدق اللي قال المظاهر خداعة والله. يا خسارة. راحوا نقفوا للسخانات. لا قالوا للزاق ولا السلامات. منك لله يا شيف ثبكي. أنا مش زعلانة غير على البطين. سلام عليكم.